الأوضاع الإقليمية وخصوصا المتعلقة في إيران وتركيا والأردن والمملكة العربية السعودية والصراعات اللي حاصلة على الأراضي السورية، وبعض الأمور اللي راح نكشفها وهامة للغاية. أعتقد إنه الصوت أفضل الآن. شوفوا لنا بس الأخوان على اليوتيوب، اكتبوا لي يعني إذا اللي بيكتب لي على اليوتيوب أو يكتب لي على الفيسبوك بشوف الكتابة. يعني أنا بشوف على المينيتور عندي الكتابة. فالأخوة المتواجدين باليوتيوب يا ريت تكتبوا لي إنه هل الصوت واضح؟ تمام تمام، كتبوا لي. كل الحب والاحترام لكم. طبعا أنا راح أبدأ حديثي بموضوع هام للغاية. تتذكروا قبل أسبوع لما حللت لكم موضوع هام ويمكن انطرح علي سؤال، ما بعرف كان على البث المباشر أو على جيست عند الأخوة لما بطلع بتحدث فيها بالأمور السياسية. سئلت سؤال: هل ستكون هناك ضربة لإيران؟ هل إيران سيتم التعامل معها كما تعاملوا مع سوريا وغيره؟ فجاوبت جواب حسب اعتقادي الشخصي هنا وتحليلي ونظرتي أنه إيران أذكى من تركيا بشكل كبير جدا، وإيران هي اللي راح تحاول أنه تحل نفسها وتقسم نفسها وتهيئ نفسها لأنه تكون دولة يعني حسب متطلبات الغرب. وأعتقد أنه تذكروا هذا الكلام، أو على الأقل جزء كبير من الأخوة الموجودين في اللايف هذا يذكرون هذا الكلام. طبعا يبدو أنه فعلا إيران بدأت العمل من داخل نفسها. صدرت فتوى هامة للغاية للخامنئي عفوا. صدرت فتوى هامة للغاية لعلي خامنئي وعملت جدل كبير في إيران. والفتوى كانت واضحة. والفتوى كانت واضحة بأنه علي خامنئي طلع فتوى بتحريم الأسلحة النووية. وأعتقد قسم كبير منكم شاف هاي الفتوى اللي عملت جدل كبير جدا ما بين السياسيين الإيرانيين وعلى وسائل الإعلام بشكل عام في العالم كلياته. طبعا المسألة هامة للغاية أنه يطلع المرشد الأعلى للدولة الإسلامية فيها فتوى يحرم فيها الأسلحة النووية. هذا يعني التنازل عن الملف النووي الإيراني بشكل كامل. طبعا ظهر سياسيين إيرانيين كثيرين وحاولوا أنه يخلوا المرشد الأعلى أنه يغير رأيه، وقال لك هذا فناء للأمة الإيرانية وفناء أيضا للحكومة الإيرانية هاي الفتوى. لكن المرشد الأعلى ما قبل نهائيا أي شكل من الأشكال أنه يرجع عن هاي الفتوى. فمن الواضح جدا، وشفنا نحن خطابات ترامب اللي فاتت وقال فيها بكل وضوح أيضا أنه هو يعني يسعى بأي شكل من الأشكال أنه يحل المشكلة مع إيران بشكل سلمي ومن دون تصادم نهائيا. وهذا ما بيدل إلا على شيء واحد، الكلام اللي قلنا لكم إياه قبل فترة، أنه أنا أعتقد كرؤية شخصية كانت وقتها أنه إيران أذكى بكثير من الأتراك، وأنه الإيرانيين راح يسعون لتغيير نفسهم ويقسموا إيران هم نفسهم إلى فيدراليات وإلى احتمال كونفدراليات أيضا، وتغيير النظام بشكل كامل في إيران، وعدم تصدير الثورة الإسلامية اللي كانت على مدار سنوات طويلة جدا بيعملوا عليها، ورح تبدل من شكلها بشكل كامل. وهذا أصبح الآن واضح بعد الفتوى اللي صدرها علي خامنئي قبل فترة. وأنا قلت لكم الإيرانيين أذكى بكثير من الأتراك ويجدون لعب السياسة وخصوصا السياسة الدولية.
فما راح يخلوا إيران تنزلق إلى التقسيم والفناء بشكل نهائي. فالمسألة كلياتها بكل وضوح أنه بدأوا يجنحون إلى الكلام اللي قلت لكم إياه قبل أسبوع، أنه هم من نفسهم يبلشوا يلاقوا حلول ويهيئوا نفسهم للشرق الأوسط الجديد. طبعا خلال الفترة القليلة القادمة والأسابيع والأشهر القادمة راح نشوف تغيرات كبيرة جدا في داخل إيران، وراح نشوف أيضا ممكن تنطلق مفاوضات ما بين الإيرانيين والغرب بعد انتهاء أو أثناء المفاوضات على أوكرانيا، وهذا أمر هام للغاية راح نشوفه خلال الفترة القادمة، وراح يحصل اتفاقات ما بين الغرب بالنسبة لبرنامج النووي الإيراني، وراح يسمحوا لوكالة الطاقة الذرية بالدخول إلى إيران وتفتيش كل منشآتها وتسليم كل الأسلحة البيولوجية بشكل كامل والأسلحة النووية أو أجهزة الطرد المركزي بشكل كامل تكون تحت إشراف الوكالة الذرية للطاقة النووية. راح نشوف هذا الكلام، وراح نشوف أيضا شيء هام للغاية، اتفاق الغرب مع إيران على إيش؟ على إنشاء مفاعل نووي. الغرب راح يقدم لإيران المساعدة بهذا الموضوع، أنه أنتم لا تفعلوا اليورانيوم ونحن نقدم لكم مفاعلات جاهزة، يعني يورانيوم مخصب لدرجة معينة تستخدم لتوليد الكهرباء، يعني الأمور السلمية وليس للعسكرية. الغرب راح يطرح على إيران بعض المفاوضات معهم بهذا الموضوع على إيش؟ على تسليمهم أو إنشاء مفاعلات نووية. وكمان راح نشوف أيضا اتفاقيات اقتصادية كبيرة جدا مع إيران في مجال المسائل الطاقة وغيرها، بعد إيران أنه تغير من سلوكها بشكل كامل. وهذا راح نشوفه أكيد بالفترة القليلة القادمة، وهذا خبر هام للغاية. وأنا أضفت إليه مثل ما قلت لكم تحليلي أنا الشخصي أيضا للي راح يحصل بالنسبة لإيران بالمرحلة القادمة. وإيران راح تتخلى بشكل كامل عن روسيا وعن الدول جنوب شرق آسيا وعلى رأسهم الصين وكوريا الشمالية، وتتوجه إلى الحلف الغربي مثل ما كانت في أيام الشاه، وقت لما كانت تسمى بشرطي الخليج بفترة من الفترات. لكن على مستوى الداخلي أيضا إيران راح تحسن كثير من قوانينها المتعلقة بالأقليات اللي موجودة فيها، وراح تحاول تقسم إيران. طبعا إيران بلد كبير جدا، راح تحاول تقسمه على شكل فيدراليات وتجهز هاي الفيدراليات كلياتها، يعني فيدرالية كردستان، فيدرالية بلوشستان، فيدرالية الأحواز، وهكذا كلياتها تقسمها إلى فيدراليات، وبالإضافة إلى فيدراليات الوسط وفيدراليات أيضا مختصة للأذريين اللي موجودين في داخلها. فممكن نشوف 7 إلى 8 فيدراليات في إيران خلال الفترة القادمة، وتهيئ نفسها للشرق الأوسط الجديد. وهذا حقيقة راح يحصل، لأنه الإيرانيين أذكى بكثير من الأتراك في هذا الموضوع، ومدركين أيضا التطورات والتقسيمات القادمة في الشرق الأوسط. طبعا من خلال حديث السياسيين الإيرانيين يعني كانوا يتحدثون عن فناء إيران، وأنه أنه الغرب وإسرائيل سيتحكم في إيران بالطريقة هاي، ولأنه ما بيملكوا الأسلحة النووية. وكانوا يحثوا علي خامنئي على إيش؟ على التراجع عن الفتوى اللي أصدرها، لحتى أنه يقولوا أنه الجمهورية الإسلامية راح تكون في خطر. طبعا هذول المحافظين اللي بيهمهم تصدير الثورة الإسلامية إلى الخارج، لكن علي خامنئي لم يسمع لهم، لأنه عندك أنت فنائين لإيران. الفناء الأول يكون عن طريق الضربات العسكرية اللي راح تجيها إن لم تتخلى عن مشاريع أو ما حسنت وضعها الداخلي وما هيأت نفسها للانقسام بشكل فيدرالي. طبعا هنا ما راح نتكلم عن الانقسام النهائي كدولة إيران، راح نتحدث بأنه بشكل فيدرالي بالوقت الراهن.
وعندهم الفناء الآخر إن تعنتوا وأجبروا الغرب على ضربها، ووقتها راح يكون وجود دولة إيران بالأساس مهدد بشكل نهائي في الشرق الأوسط. لذلك الإيرانيين يعلمون جيدا الحالتين، فلذلك الجناح اللي تابع لعلي خامنائي وبالأساس مجتبى خامنائي ابن الرئيس علي خامنائي، اللي هو يحضر لقيادة إيران الجديدة أو شكل إيران الجديد اللي راح يتغير فيه قبل فترة. وأنا هذا تحدثت عنه قبل عامين، يعني قبل عامين من الآن كنت دائما أتحدث لكم عن الصراع اللي كان موجود ضمن دولة إيران نفسها بين الجناح المتشدد. طبعا في ناس بتفهم غلط، بيقول لك في جناح متشدد وفي عندك الجناح الإصلاحي، نعم، وفي جناح المحافظين. جناح المحافظين هو الجناح المتشدد. الصراع كان ضمن جناح المتشدد، وشفنا نحن إيران ماذا قامت بالتخلي عن أغلب الشخصيات اللي كانت ضمن الجناح المتشدد خلال الفترة اللي راحت، وعلى رأسهم الرئيس رئيسي اللي كان هو آخر الضحايا اللي كانوا موجودين، والبعض القادة اللي قبلهم من قاسم سليماني إلى كل القادة اللي كانوا معروفين بالأساس بدعم الأذرع الإيرانية في الخارج. صوت ضعيف؟ ما أعتقد الصوت ضعيف، بس أنا بقدر أرفع، بس ما بعتقد الصوت ضعيف، بقدر أرفع الصوت. الآن صار الصوت قوي كتير، أنا أعتقد ممكن يزعج، ممكن يكون مزعج بالطريقة هاي، لكن الصوت يكفي على هذا الحد. على كل، مثل ما قلنا لكم، الصراع كان بين المحافظين صراع قوي جدا، وتم التخلص من أغلب المحافظين اللي كانوا يصدروا الثورة الإيرانية إلى الخارج، وعلى رأسهم بدأت من قاسم سليماني للتهيئة للمشروع الجديد اللي قادم في الشرق الأوسط. وهذا كله كان مرسوم وخطة لا يعلمها كثير من الناس. وتذكروا أنتم لما كنت بطلع وبحكي لكم عن من يحكم في إيران ومن يحكم في تركيا، وموضوع اليهود الخزر، وموضوع أنه هؤلاء كلياتهم مربوطين بجهة عالمية واحدة ومطلوب منهم أدوار يقومون فيها. بس دقيقة، زاغروس طالب جيست. طب أنا عندي برنامج الآن، ما بقدر أطلع جيست إلى ما أنهي برنامج السياسي. طيب، الو، در كده جيستي طلع الجيست. شاف باش كاكا صلاح. شوف باش صار شافه. شو ما هطا خواري. أخبار هنا يعني زاغروس تشتكي مهمة كاكل بيدر خنجارك هدي تركي كاوي درخن. شو كده؟ طيب هون بينا ناس ما دك السياسي قدمينم وسلسلة يعني باي هاف دويا يعني صار خاف جي برسين انت تخوازي در كيف يصير شعبك اخبارها نجمت زاغروس كرمكا دنگ مته مامسته بله باشه دنگ ته باشه مامسته قربان تزانی از خودی از خود گلی که عازم پشتا ساعته که بره جیلان شهید کرد جیلان دروج بود نخوشخانه دای زاروکا 2 سالی بله ما صورتي وينك ديت معنا جعشرة نشراندن
وما التليجرام إذا جينا شران سورتي وينا بخوده زانی روشوی باش بود اما عملی و ننجحی روشاخا بر و خطر چو لی در دورا ساعت ششان هفتان جیلان گشت آسا شهادته خوده رحمه خو لی بکه جیوی جنت که طفلک بری طفلک بچوکه دایکاوی خطریه دایه مخابن دایکاوی راکرن رقایه تدي في مربطة نه کس بون بریندار بون بله قلت يا أشمي نه کس بون بله من نزانم يعني حمو يجي يعني ما يعني راسي نزانم از حمو راسي بيجي يعني برا سورتي كلمة راسي بزانم سورتي بريا 4 ساعات جمرقها وكشكا كبتو تشكبو تشو رحمتي بشتي عمليات وين انا نجحي واهلي ويجي حمود خطر يدنا واهلي قلت حمو يجي قال لك بشتي واقص فكر انه شخصا قدر ملي هيك يعني هيدنا يعني في قصفي كسر واندا هاتيه يعني ترك هيدنا نظام بري خو كدا كن راسي از بيجن نظام بري خو كدا كن بري خو هر دنا سيفيلون وانتظان شركة برجرام قصدك